عامل رئيسي من العوامل اللي بتعطل عملية التعافي من الماضي ومن الألم والوجع أو من الصدمات اللي احنا مرينا بيها هي رغبتنا الشديدة في التعافي بسرعة. رغبتنا ان الألم اللي جوانا والضيق والغضب والغيظ وكل الوجع ده انه يخلص بسرعة جدا، وان انا عايزة اغمض عين افتح عين الاقي نفسي بره سجن الماضي والذكريات اللي بتلحقني في كل لحظة. الرغبة في التعافي بسرعة هي واحدة من الحاجات اللي بتعطلك أصلا عن التعافي لسببين. السبب الأولاني إن أنت مركز طول الوقت على الوجع وعايزه يخلص، فأنت مش شايف غيره. مركز على الغضب اللي عايز تخرجه من جواك فعمال تغضب زيادة. قاعدة أساسية: ما تركز عليه يزيد وينمو. لو انت عينك عن الوجع اللي انت عايز تخلصه أو تخلص منه، الغضب، الضيق، الوجع، الغيظ، الغل، انت مش شايف غيرهم. ده العنوان اللي انت عمال تكرره وبتقول لنفسك أنا مش عايزة أروح هناك. ما عملتش حاجة غير ان انت حفظت العنوان ده، ما عملتش حاجة غير ان انت خليت الوجع وجعين والوجع والألم معاناة، زودت الأمر. فاللي انت مركز عليه بيزيد ويتضاعف. فلو انت عايز تخف بسرعة ما تركزش على الوجع. تاني حاجة ضد التعافي ان الرغبة الشديدة في السرعة دي بتخليك طول الوقت مش قابل المشاعر دي، مش عارف تحافظ عليها جواك، فعايز تلفظها. فلما انت بتبقى عايز تلفظها عامل زي بالظبط واحد صاحبك جاي يشتكي لك وانت عمال تصوت فيه وتزعق فيه وتقول له بس فوق، اخرج من اللي انت فيه ده، ازاي تبقى كده؟ هو في الحقيقة لا بيجي يتكلم معاك تاني ولا بيسمعك وجعته ولا هو بيتحسن، واغلب الظن بينفجر فيك وبتبقى عدو لدود ليه. ده اللي انت بتعمله مع نفسك، ان انت بتحول نفسك عدو ليك، لان هي شايفة ان انت لا قابل تسمعها ولا قابل وجعها ولا فاهمها ولا عايز تقعد معاها ولا بترحمها. فبيزيد الغضب ويزيد الألم ويزيد المعاناة، فبالتالي انت بتعطل عملية التعافي بتاعتك. علشان تتعافى أسرع محتاج تسكن، تهدأ، تسمع، تقبل وجود المشاعر دي وتقعد معاها وتقعد مع نفسك كأنك صديق عزيز على قلبك قاعد معاه ونفسك تطيب بخاطره وتكبر بخاطره، وبتسمعه بأريحية وبهدوء وبصبر. ما بتحكمش على اللي جواه، بتتأمل معاه حاله، مساحة الهدد اللي جواه، مساحة الوجع، ايه اللي اتكسر قوي وايه اللي لسه نص نص، ايه نقط الضعف بتاعته، ايه الحاجات اللي كانت اقوى من اللازم ومحتاج ان انت تقلل استثمار فيها. كأنك بتعمل دراسة شاملة لحالك، كأنك بتطيب بخاطر صديق عزيز عليك، بتحتضن ذاتك، رحيم بيها. لكن رغبتك طول الوقت على انك عايز تخلص من الوجع بسرعة لا بتخلي الوجع يخلص، لان انت بالعكس مش شايف غيره، ولا في نفس الوقت بتخليك قادر تبقى رحيم وتسمع الوجع اللي جواك وتقبله، فبالتالي بيخلص وينفذ. لو انت عندك طفل صغير عمال يصوت ويعيط، او صاحبك زي ما احنا قلنا، وفضلت تزعق له، العياط بيزيد والبكا بيزيد والألم بيزيد. لكن لو سمعت وقبلت وهديت سكنت كده، اللي بيحصل في اللحظة دي بالعكس الألم بيهدى والتعافي بيتم أسرع. السرعة ضد التعافي، السرعة ضد الحكمة، السرعة ضد الوعي وضد الفهم، السرعة ضد البناء السليم. لو انت عايز تبني على نظيف بجد من أول وجديد، اصبر واهدأ واسكن واسمع واقبل.